أهلا بكم متتبعي ميركاتو جياسكا. فيما يخص لاعب جديد سيلتحق بجياسكا رسميا، الترجي الرياضي التونسي كان يريد لاعب إفريقي لتعويض يوسف بليلي. الترجي باشر اتصالاته مع اللاعب بعد أن شك في بقاء بليلي وإمكانية عودته لمواجهة الجزائر. اللاعب الإفريقي يلعب في نفس منصب بليلي، والاتصالات معه توقفت بعد عودة بليلي لتونس. شبيبة القبائل خطفت هذا اللاعب وساحل بالجزائر هذا الأسبوع، وسيوقع رسميا في جياسكا كلاعب جديد. في ثاني خبر ولاعب جديد خاص زين الدين فرحات يراوغ الاتحاد وشباب الوزداد، وسيوقع في رسميا في شبيبة قبائل، لتكون بذلك جياسكا ضامنة ثالث صفقة مميزة هذا الموسم. في خبر آخر، شبيبة القبائل تمر إلى سرعة قصوى في الاستقدامات. محيوس سمت بالعيد فرحات ويسري بوزوك. بعد محيوس، شبيبة القبائل تريد رسميا ضم عبد الرؤوف بلغيت. بعد صفقة إمام محيوس، نادي شبيبة القبائل يواصل عروضه القوية ويطلب رسميا خدمات متوسط ميدان شباب بلوزداد عبد الرؤوف بلغيت. وكذلك خاسف في مفكرة جياسكا لكن لا يوجد رسمي. زكريا دراوي اقترح نفسه على شبيبة القبائل رفقة لاعبين آخرين. اجتماع مرتقب بمقر الشركة بين المدير العام وإدارة جياسكا. أهم النقاط حول دخول الممولين واللاعبين الجدد. بالتوفيق لجياسكا، لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.